مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو، والذي سوف نخصصه لأهم المشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية الرياضية واللوجستية والسياحية في إطار استعدادات المملكة المغربية لاحتضان منافسات كأس العالم 2030 من خلال الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال، حيث بدأت أعمال بعض هذه المشاريع بالفعل، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال المشاريع الأخرى في الأشهر القادمة. سنقوم بالتعرف على هذه المشاريع، ولكن قبل ذلك نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مشروع القطار السريع بين الدار البيضاء وأكادير. بعد نجاح تجربة القطار السريع الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء، والذي تم افتتاحه في نهاية عام 2018، يسعى المغرب إلى توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، ويهدف في البداية إلى إنشاء خط قطار يربط بين الدار البيضاء وأكادير مروراً بمراكش. هذا المشروع الذي يهدف أيضاً إلى ربط مراكش وأكادير ومكناس وفاس بالقطار السريع، سيشمل ربط حوالي 20 مدينة جديدة بالقطار الكلاسيكي بحلول عام 2040. ويأتي هذا المشروع ضمن الاستعدادات لاحتضان مونديال 2030. وقد أكد وزير النقل واللوجستيك أهمية هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى أنه سيسهم في تعزيز التكامل الجهوي ودفع عجلة الاقتصاد. من المتوقع أن يتطلب مشروع بحجمه استثماراً بقيمة 75 مليار درهم. هناك العديد من الشركات الكبيرة التي تتنافس للفوز بمشروع القطار السريع الرابط بين الدار البيضاء وأكادير، من بينها الشركة الصينية الضخمة تشاينا ريلوي كونستراكشن، وكذا شركة الستون الفرنسية. ومن المتوقع أن تكون فرنسا والصين هما المرشحتان الرئيسيتان للفوز بالصفقة. تم تعيين مكتب دراسات فرنسي لإجراء دراسة تقنية وجيولوجية للخط الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، وتم أيضا تعيين مكتب دراسات صيني لإجراء الدراسات المتعلقة بالخط الرابط بين مراكش وأكادير. تطوير ملعب طنجة. ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة سيغلق لمدة سنة كاملة من أجل إجراء أعمال هيكلية تهدف إلى زيادة طاقته الاستيعابية الإجمالية. بدأت هذه الأعمال في يوليو الماضي بحفر الأرض بعمق 5 أمتار لإضافة طابق جديد، مما سيرفع سعة الملعب إلى 90,000 مقعد مرقم. تهدف هذه الأعمال إلى تقريب المدرجات من أرض الملعب لتلبية متطلبات الفيفا لاستضافة كأس العالم 2030، ومن المخطط أن يتم تغطية الملعب بالكامل. شركة سونارجيز هي المكلفة بإدارة وتشغيل الملعب الذي سيكون مرشحا لاحتضان العديد من التظاهرات القارية والدولية، بما في ذلك كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. توسعة المطارات لاستقبال المشجعين. تستعد المملكة المغربية للقيام بتوسعة مرافق مطاراتها بتكلفة تزيد عن 5 مليار درهم، وذلك استعدادا لاستقبال حوالي 37 مليون مسافر خلال عام 2030، وذلك في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. تم تخصيص ميزانية بلغت 1,464 مليون درهم لإنشاء محطة جوية جديدة في مطار طنجة، و1,688 مليون درهم لتوسيع المحطة الجوية الرئيسية في مطار مراكش، وتحسين المحطة الجوية في مطار أكادير بتكلفة 1,392 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 212 مليون درهم لتطوير البنية التحتية في مطار الدخلة، و278 مليون درهم لمخطط المديرية للشحن الجوي،
و4.5 مليار درهم لبناء محطة جوية جديدة في مطار محمد الخامس الدولي. ووفقا للمعلومات المتاحة، سيتم تخصيص ميزانية تبلغ 1,898 مليون درهم لإنشاء محطة جوية جديدة في مطار الرباط سلا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 300 مليون درهم لتطوير منطقة T1 و T2 كمنطقة جديدة للوصول إلى مطار محمد الخامس. وسيتم أيضا تطوير مطار تطوان بتكلفة قدرها 61 مليون درهم، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لمطار الحسيمة بتكلفة 263 مليون درهم. تطوير ملعب الرباط. تم انطلاق أعمال التوسعة في ملعب المجمع الرياضي بالرباط بعدما تم إغلاقه أمام المباريات الوطنية والدولية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2024 ليعود بمظهر جديد تماما وبسعة استيعاب أكبر ومظهر عالمي مغطى بالكامل. قامت الشركات المكلفة بتوسيع الملعب بالفعل بإزالة حلبة ألعاب القوى وإضافة مدرج إضافي للمشجعين، مما سيزيد من سعة الملعب لتجاوز 50,000 مشجع. وستشهد المرافق الجديدة للملعب تغييرات كبيرة، بما في ذلك أجنحة فاخرة للضيوف، وإعادة تهيئة المنصة الشرفية، وتوفير مرافق صحية حديثة ومتعددة داخل الملعب ومحيطه. سيتم أيضا تحسين نظام الولوج وتوفير مناطق خاصة للوصول، بالإضافة إلى تغطية كاملة للملعب. إن ملعب العاصمة الرباط هو واحد من الملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030. ويبدو أن الدعم الأوروبي والإفريقي وكذا الآسيوي يميل نحو الملف المشترك المغربي بشكل قوي، مما يجعل فوزه شبه مؤكد. مشروع سياحي ضخم بين الرباط والدار البيضاء. أصدرت وزارة السياحة دعوة للتعبير عن الاهتمام بتنفيذ مشروع سياحي استثماري بين العاصمة الرباط والدار البيضاء. يشمل هذا المشروع مساحة تقدر بحوالي 47 هكتارا تابعة لأملاك الدولة. تم اختيار موقع المشروع على الطريق الوطنية شرق مشروع باهي غولف بيتش. حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول هذا المشروع، الذي يأتي في إطار خطة الاستثمار السياحي التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 6 مليار درهم، والتي تمت الموافقة عليها في مارس الماضي. هذه الخطة تستهدف تطوير البنية التحتية الترفيهية والرياضية واللوجستية في إطار استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030. ووفقا لمصدر مطلع من وزارة السياحة، من المتوقع أن يسهم المشروع الجديد الذي سيتم تنفيذه في مدينة بن سليمان في تطوير سلسلة سياحية باسم سيتي بريط تستهدف جذب السياح من الداخل والخارج. سيتضمن المشروع مناطق ترفيهية مخصصة لكل الفئات العمرية، بالإضافة إلى مناطق للعروض والمهرجانات وفنادق ومطاعم. أشار المصدر إلى أن القطاع السياحي في المغرب يسهم حاليا بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم بشكل كبير في تحقيق عائدات بالعملات الأجنبية للبلاد. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات هذا القطاع من 91 مليار درهم في العام الماضي إلى 120 مليار درهم في عام 2026. قامت الحكومة بعرض المشروع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مما يتيح للأفراد تقديم عروضهم لتنفيذ هذا المشروع السياحي الجديد. ومن المهم أن يلتزم المستثمر الناجح بامتلاك على الأقل 51% من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة المعنية بالمشروع. تهدف الحكومة المغربية إلى تعزيز قطاع السياحة من خلال تشجيع الاستثمار الخاص في مختلف المدن، بهدف زيادة عدد السياح من 11 مليون في عام 2022
إلى 17 مليون في عام 2026 و37 مليون في عام 2030. وهذا يأتي في سياق استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم المحتملة بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. هذه بعض من المشاريع الأولى التي أعلنت عنها المملكة المغربية في إطار تطوير البنية التحتية في البلاد لتعزيز ملفها المشترك لاستضافة كأس العالم 2030. ومن المتوقع أن يتم الكشف في وقت لاحق عن خطة شاملة لتطوير الملاعب الأخرى التي ستستضيف كأس العالم، بالإضافة إلى مشاريع تهم البنية التحتية الأساسية والسياحية في حال فوز الملف المغربي بحق تنظيم المونديال. الرياضة تجمع بين الشعوب، وكرة القدم تعتبر الرياضة الجماعية الأكثر شعبية في العالم، حيث يشترك فيها 211 كيانا رياضيا، مما يجعلها أكبر هيئة رياضية في العالم. ومن الواضح أن كرة القدم لم تعد مجرد نشاط رياضي، بل أصبح لها تأثير سياسي واقتصادي كبير يتعدى البعد الرياضي. وسيكون التأثير الاقتصادي والسياحي والجاذبية للبلد المضيف أمورا مهمة خلال الدورات القادمة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.